رد قاسي من أبو تريكة على كل المشككين في قدرات الأهلي بعد الفوز على الترجي والتأهل إلى النهائي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. محمد أبو تريكة يرد على كل المشككين في قدرات النادي الأهلي عبر تصريحات تلفزيونية نقلها التلفزيون القطري منذ قليل. قال أبو تريكة: قبل أي حاجة، مليون مبروك لشعب الأهلي على التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي. الأهلي مطلوب منه إيه تاني بعد كده؟ فرقة وصلت للنهائي 4 مرات على التوالي. أنا شايف إن في بعض المتآمرين على الأهلي مش عاجبهم ماتش النهاردة، وطالعين يقولوا إن الأهلي مستواه لا يؤهله للفوز على صن داونز أو الوداد في النهائي. يا جماعة، انتوا بتتكلموا ازاي وبناء على ايه؟ انتوا ليه مش واخدين بالكم ان الاهلي حسم التأهل من المباراة الاولى في تونس، وان لعيبة الاهلي النهاردة كانت بتلاعب الترجي على الواقف، والترجي كان مستسلم للامر الواقع، لانه ببساطة الموضوع منتهي بعد هدف حسين الشحات الاول اللي قتل كل احلام وطموحات لعيبة الترجي التونسي. أنا بطالب لعيبة النادي الأهلي وجمهور الأهلي إنهم ما يركزوش مع الهدامين والشماتين. لازم الجمهور يفرح بفرقته والنهائي اللي وصلت له في البطولة، وإن شاء الله الأهلي قادر إنه يحقق اللقب، وده مش جديد عن النادي الأهلي.